ناقوس خطر يضرب محاصيل البنجر المتأخرة ويدق أبواب محاصيل أخرى مثل القمح. إيه هو المرض ده؟ أعراضه يعني، وإيه العوامل اللي بتساعد على انتشاره، وإزاي نكافح المرض ده. هنتكلم في كل التفاصيل، لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم هي حاجة مش مبشرة. يعني النهاردة نزلنا فحصنا محصول بنجر لقينا فيه صدى، ودي حاجة مش حلوة، وخصوصا لمزارعي القمح. طبعا القمح السنة اللي فاتت واللي قبلها كانت نسبة تسجيل حالات الصدى الأصفر قليلة جدا، بنسبة لا تذكر لا تتعدى 5%. فلما نلاقي صدى اصفر في البنجر وفي ناس اشتكت ان في صدى في الثوم والكلام ده كله، فده مؤشر مش حلو، وده زي ما بيقولوا كده ناقوس خطر. ده بدأ يدق ابواب القمح، يعني بيخبط على باب القمح كده ويقول لنا خلي بالكم في صدى اصفر منتشر، في صدى اصفر ممكن يصيب القمح معانا. فإن ده دليل، ده بيوجهنا لايه؟ بيقول لك خلي بالك من القمح عندي حلو تمام زي الفل، يبقى انا دايما راح اتابع الزرع عندي سواء من سواء صدى، اشوف لو ظهرت اي اعراض في ثواني اروح للراجل بتاع المبيدات اقول له انا عندي صدى اصفر عايز ارش، علشان الصدى الاصفر للامانه مدمر لمعظم المحاصيل الزراعيه. مدمر بمعنى يكون مدمر، بيشتغل على النمو الخضري وبيحصل جفاف في الاوراق والسقان، وبيشتغل على السنابل وبيقلل معانا الانتاجيه، وهيؤثر تاثير سلبي على المحاصيل. وحتى كمان هيأثر على البنجر. ايوه بيأثر على البنجر في الوزن وفي السكر وفي كل حاجه، فهيأثر معايا في الانتاجيه. ايوه هيأثر معايا في الانتاجيه ويقلل معايا الانتاجيه. طيب يا باشمهندس، ايه هو الصدى الاصفر ده؟ باختصار كده هنتكلم بطريقه سهله وبسيطه عن الصدى الاصفر. مش هقول لك مسبب مرضي كذا ومش عارف ايه كذا والكلام ده كله، لا، دي عباره عن بقع صفراء وبقع صفراء من الجراثيم مسحوقيه، صفراء اللون، صغيره الحجم. شفت انت راس الدبوس الصغير كده، تمام، منفصله عن بعضها، يعني تلاقيها ايه زي ايه راس دبوس صغيره كده، بقع صفراء بتبقى مغطيه سطح الورقه، طبعا مرتبه في صفوف متوازيه ومتجاوره، تمام، وبتترك في اثر فيه. لو انت مسكت ايدك ومشيت ايدك على الورقه كده هتلاقي في صفار في الورقه بيطلع على ايدك كده، تمام، مسحوق اصفر، تمام. فده اعراض الصدى الاصفر. ده الصدى الاصفر باختصار ان هو ده بيعمل معاك صفار. طب مع شده الاصابه بيحصل ايه؟ شده الاصابه الورق ده بيبدا يصفر معايا كامل، بيبدا يعمل فيه التفاف والتواء وتجعد ونشفان وجفاف في الورق ده، فبيسبب معايا خساره في النمو الخضري، وخساره معايا في النموات الخضريه دي كلها، وبيسيب النموات الحديثه والقديمه، وبيأثر معايا في الانتاجيه في البنجر، وهيأثر معايا برضو لو قدر الله جي في الثوم او في القمح، فبيأثر معايا بتأثير سلبي جدا. طب العوامل اللي بتساعد على انتشار المرض ايه؟ الرطوبة العالية دي موجودة، انخفاض الحرارة وارتفاع درجة الحرارة دي موجودة، الرياح ودي موجودة، تمام. فده بيأثر تأثير سلبي وبيجيب معانا امراض فطرية جدا. المرض خطير جدا الا وهو الصدى الاصفر، تمام. الصدى الاصفر ده هنتعاملوا معاه ازاي يا باشمهندس؟ هنكافحه ازاي ونرش ايه؟ بص يا باشا، طلع النبي. مبدئيا لازم تعمل لنفسك زي نظام برنامج كده. هنرش انت المرض عشان يغير معاك. مبدئيا ممنوع منعا باتا، على فكره، كثره الازوت
في البنجر بيودي معاك للناس اللي بتحط كناوي بكثره للبنجر، ده بيبقى عرضه لاصابه الغدة الفطريه. الميه الكتير او العطش الكتير برضو بيزود معانا برضو الكلام ده كله. تالت حاجه عدم مكافحه المرض بعد لما بنتشر مثلا ظهرت اصابه بسيطه بنسيبها، ده هيروح لوحده مش عارف ايه، فالمرض بيزيد معانا وبينتشر بكثره، فبيأثر معانا على الانتاج ويقلل معانا الانتاجيه وبيدمر المحصول عندي. تمام. فالجو برضو المناسب الفتره ديت انخفاض الحراره اللي انتم شايفونه الملحوظ ده، الرطوبه العاليه جدا ده، والرياح ده طبعا الصدى بتنقل عن طريق الرياح من زرعه لزرعه ومن شجره لشجره ومن نبات لنبات، فده وارد. عندنا مثلا الجوجع والكلام ده ممكن ينقلوا عندك من البنجر للجمح، الكلام ده كله الحشرات بتنقل الصدى، فلازم نكافح ونشتغل على البنجر اللي هو الصدى الاصفر. تمام. طيب نكافح الصدى الاصفر ده ازاي؟ عندك عائله التريازول كلها، البريكنازول، دافيناكنازول، فابيناكنازول، تابيناكنازول، كل عائله التريازول ممتازه جدا في مكافحه الصدى. عندك البروموكاربوهيدروكليد، دي مواد فعاله بقول لك دي، الازوكسيتوبرين، الكلوروسينيل، الدايموسمورف، البيراكلوستروبين، البولاكسيليد، اللهم صل على النبي، الميتالكسيل، المانكوزيب، سلفونات مصايل، الفوستيل الالومنيوم، النحاس المعدني، اكسوكلور نحاس، الحاجات دي كلها نشتغلوا عليها. المواد الفعاله دي هتشتغل عليها ونرش الحاجات دي، حاول ترش مره واثنين وثلاثه لحد ما توقف المرض والزرع ينضف عندك. هتبدا المرض عندك لما اعرف ازاي ان المرض وقف؟ لما تمسك الورقه هتلاقي الفطر موجود على الورقه، بس تمسح ايدك عليه ما بتلاقيش بقع صفرة في الورقه عندك. اذا ما لقيتش بقع صفرة يبقى الفطر مات والنشاط الفطري مات، وانت كده فعلا وقفت نشاط الفطر عندك. تمام. فعشان تعرف ان الفطر وقف ومات يبقى انت بتمشي ايدك على الورقه ما بتلاقيش بقع صفراء في ايدك. لما بتلاقيش بقع صفراء في ايدك يبقى الحمد لله رشك مظبوط كده. تمام. فانت بتحاول تشتغل مره واثنين وثلاثه، حاول تنوع في المواد الفعاله. ممنوع مدى عن بيتك ترش اي مركب فيه احماض امينيه، عشان الاحماض الامينيه والجماعه اللي بيشتغلوا على الخميره والعسل والكلام ده كله، ودي من اكثر المسببات للامراض الفطريه، خصوصا الاصداء والبياض الزغبي والقطعه الرجوانيه في البصر والكلام ده كله. فحاولوا نشتغلوا صح شويه علشان ما ندمرش زراعتنا بعد ما تعبنا وشقينا وعملنا كل حاجه وفي الاخر بيضيع مننا بسبب حاجه بسيطه جدا. وبس هو مرض صعب وخطير، فلازم نشتغل عليه كويس ونحمي زرعنا من حاجه زي كده، ونحافظ على محاصيلنا من الامراض وخصوصا المرض الصدى الاصفر. تمام. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنسناش من دعمك لينا بدعوه حلوه ومشاركه الفيديو ولايك واشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفنا، او تابعنا على الصفحه على الفيس لو انت اول مره تشوفنا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.